النهاردة الذكرى العاشرة لشهداء الزمالك في حادث الدفاع الجوي. الذكرى العاشرة لشهداء الزمالك في حادث الدفاع الجوي. ربنا يرحمهم ويرحم اخواتنا المسلمين جميعا ويرحم كل اموات فلسطين، وربنا يقوي وينصر فلسطين على اعدائها ان شاء الله باذن الله. نبدأ الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى جمهور في الدنيا، سواء إن كان جمهور الأهلي أو الزمالك أو أي جمهور أو الجمهور المصري عامة. الاحتراف ملوش قلب. وارد أنا بلعب في الفريق ده انتقل للفريق ده اللي هو خصمي الأساسي، اللي هو غريمي الأساسي. احنا في عهد الاحتراف، احنا في عهد فلوس بتزغلي. فما تجيش تلومني وتقول لي ايه ده انت ليك شبعبيه هنا، ده انت المفروض ابن النادي، ده انت المفروض اخر لاعب تعمل حاجه زي كده تسيب النادي وتروح لخصمك. هرجع اقول لك ان دلوقتي الكرة احتراف، ومصلحة الاهلي فوق كل شيء، ولازم الاهلي يشوف مصلحته مع اي لاعب على حساب اي حد، ولكن كل قاعدة ولها استثناء. استثناء القاعدة دي هنا مين؟ علي معلول. ما كانش ينفع ان احنا نجدد علي معلول ولا النادي الاهلي بالاداره يجددوا لعلي معلول ويقولوا له اتكل على الله امشي كده. ما كانش ينفع. راجل ادى للنادي من 2016. احنا جينا علينا لحظه واوقات ما حسناش ان علي معلول ده تونسي او جايبينه محترف، لا حسنا ان هو ابن النادي علي معلول. ما كانش ينفع ما نجددش لعلي معلول تقديرا له ولتاريخه والبطولاته اللي حصلها مع النادي الاهلي، خصوصا ان هو اتصاب وهو كان نجم الفريق. تمام. الاثنين للخبر الثاني، كابتن محمد شوقي هو الأقرب لتوليه منصب مدير الكرة في النادي الأهلي مع كولر من بداية الموسم الجاي إن شاء الله. الخبر الثاني إن كولر رافض تجديد عقد عمرو السولية. أنا مش محتاجه فنيا ومش هيفيدني فنيا طب ولا بدنيا، فما تجددوش عقده. ولكن عمرو السولية ادى الاريحيه لاداره النادي، قالوا لهم عاوزين تجددوا لي سنه احتراما لتاريخي مع النادي ماشي، مش عاوزين براحتكم. ده كان رد كابتن عمرو السولية. مشكله كولر تاني مع ديانج عاوز يلعب وكولر شايف مستواه اقل من اللي موجود، فطبعا ما قعدوا دكه. ديانج ما بيحبش يقعد دك، ولو قعد ما يقعدش كتير. وبصراحه ديانج دبابه بشريه ما يقعدش لحد. ولكن ده بقى قناعات المدير الفني بتاع النادي الاهلي. عشان كده كولر طلب من اداره الاهلي ان هم يبيعوا اليو ديانج للخلود السعودي. تمام، يخلوهم يفعلوا بند الشراء. واليو ديانج مبسوط هناك وعاوز يكمل هناك بسبب كولر، لان لو جه رجع كولر هيقعده.
الاهلي بيطمن على جاهزيه علي معلول، جاهزيه امام عاشور وكراديشار، لان هم اشتكوا من الام خفيفه بعد مباراه بتروجيت، فهم عاوزين يتاكدوا من جاهزيتهم قبل مباراه غزل المحله. ماشي. الاهلي وطلباته وحقوقه ولازم تتنفذ بعد اللي احنا شفناه ده، بعد التحكيم السيء اللي شفناه من اول الموسم. انا من اول الموسم وانا عمال ازق في التحكيم، عمال يعني اشجعه، عمال نقول طب غلطة وهتعدي، طب هيصلحوا الغلط بعد كده، طب مش هيغلطوا تاني، طب مع ان مفيش حد معصوم من الغلط. لكن الكارثة اللي حصلت امبارح في مباراة بيراميدز وسموحة، وخلت بيراميدز خلت 3 نقط على حساب سموحة، ده غلط. شوف الصورة دي. تمام. والزمالك تاخد 3 نقاط على حساب الاسماعيلي، ده برضه غلط. بصوا كده، شوفوا هو داخل على رجله ازاي، اللاعب بتاع الزمالك داخل على رجل الاسماعيلي ازاي، اللاعب بتاع الاسماعيلي. فلازم التحكيم الاداره تتغير، ال... 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 الحكام تروح لجنه، تروح دورات تدريبيه، تتأهل لأي حاجة. أنا كده حاسس إن الحكام على الله حكايتها خالص الموسم ده. فالأهلي بيطالب بحكام أجانب في مباراة القمة مع الأهلي والزمالك، وده حقه بعد اللي احنا شايفينه. نتنقل بقى على غرامة الزمالك لناصر ماهر، غرامة مالية الزمالك طبقها على ناصر ماهر لسوء سلوكه بعد مباراة الإسماعيلي. والمصري بيتواصل مع اتفاق مع مصطفى بالخير، تمام، بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي. قال له افسخ عقدك مع النادي الأهلي وتعالى. وطبعا أي نادي زي ما النادي الأهلي له حق إنه يشتكي وإنه يطالب بحكام عدلين. نادي سموحة بيشتكي ومقدم شكوى رسمية للاتحاد ولجنة ورابطة الأندية بالكارثة اللي حصلت في التحكيم في الماتش. الشناوي اللي مستواه بقاله فترة نازل وسيء، ده بسبب عدم تجديده للنادي الأهلي. بس هو النادي الأهلي هيعمل له إيه؟ النادي الأهلي قدم له عرض ومنتظر رد الشناوي لسه ما ردش. رئيس نادي استقلال طهران الإيراني، وبعد رحيل موسيماني كان النادي ده جايب بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي الأسبق إنه يدرب الفريق، فهم كانوا جايبينه وفي معتقداتهم إنه جايبين أسد إفريقي هيعدل الميل عندهم في الفريق. وبعد إقالته وبعد ما اكتشفوا إنه سيء للغاية كمان، وده اللي قاله رئيس النادي، أقلوه. ولو وصلت معايا لحد هنا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، واللايك بتاعك الجميل متنساهوش، لو مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.